تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك اخطبوط، ساعتها هتصرخ وتقول بس انا خايف، وتكتشف ان عندك قدره رهيبه جدا. انت عندك 9 عقول وكل عقل فيهم بيفكر لوحده يخرب بيتك. وتكتشف كمان انك تقدر تطلع حبر وتغير لونك زي ما تحب. والنهارده هتعيش كانك اخطبوط من اول لحظه مامتك تبيضك فيها لغايه ما تحضر يوم فرحك. بس في سؤال قبل ما ابدا الحلقه، هو ليه حياتك بتنتهي بعد ما تتجوز؟ والاغرب والعجيب ان الكائن اللي اسمه الانسان كان بيعمل عليك تجارب، فانت زهقت ومليت واتخنقت من امه، فجات لك فكره عجيبه جدا انك ترش ميه على اللمبات اللي بتنور المكان عشان تعمل ماس كهربي وتعقدهم. لحيه انت عرفت منين ان الميه بتلمش مع الكهرباء؟ عشان اعرفك الاجابه لازم تعيش كاخطبوط ليوم واحد، يوم واحد بس. وكالعاده اول ما مامتك تبيدك وتنزل قد الفشفوشه هتفقس بعد 30 ل 60 يوم، واول ما تخرج من البيضه وسط اخواتك هتتفاجئ ان ماما حياتها انتهت، ومن شده حزنك هتاكل ماما. في الوقت ده هتقرر تعتمد على نفسك من اول لحظه، لان حجمك تقريبا ما يتعداش 2 مللي، يعني تقريبا قد حبايه الرز. انت فشفوش خالص. ومن هنا تبدا تكتشف مواهبك الجباره وتعرف ان عندك 500 خليه عصبيه متوزعين في جسمك كله، جزء منهم في دماغك بينسق المعلومات ويخليك تاخد القرارات، والباقي في الأذرع اللي بتستخدمها، وده بيخلي كل دراع عندك من ال8 ياخد قرار احيانا لوحده. عشان كده بيقولوا ان عندك 9 عقول. يخرب بيتك، انت عامل فاينشتاين ولا ايه؟ وتكتشف كمان ان جسمك كله مفروش عضمايه واحده، جسمك كله لين جدا، ولكن باستثناء حته واحده وهو منقارك. يا دي مصيبه تطلع عندك منقار وشغلانته هو يمزق الفريسه وينهشها ويكسر القواقع. بس فجاه في وسط انبساطك وتلذذك بالاكل فجاه بيهجم عليك قرش، ساعتها هتصرخ وتقول بس انا خايف. ولكن فجاه تكتشف ان عندك فتحه اسمها القمع، ودي بتخليك تخرج حبر شديد السواد. الحبر بيشوش الرؤيه بتاعت المفترس، وبسبب المواد المكون منها بتخلي المفترس ما يشمش ريحتك وانت بتفزع من قدامه. وبعدها تسحب كميه ميه كبيره من فتحه القمع برضه، ولما تخرجها بقوه تديلك دفعه وسرعه كبيره في الميه. ولكن فجاه من كتر السرعه اللي وصلت 40 كيلومتر في الساعه بتحس بالم بسيط في قلبك، ولكن مش بتبقى عارف تحدد مكانه فين، لانك بتكتشف ان عندك 3 قلوب. يا دي مصيبه. وعلى الرغم من ان عندك 3 قلوب ولكن ما تقدرش تحب غير اخطبوطايه واحده بس. واهم ميزه بتكتشفها في نفسك وهي وانت بتكرم سمكه قرش بتحاول تزنقك وما لحقتش تصرخ وتلم عليك سمك البحر يجدوك، فبتقرب منك وتنهش من دراعك حته. فانا مش عاوزك تقلق خالص، انت عندك امكانيه جباره، دراعك اللي طرف العركه هيطلع تاني ويكبر. يخرب بيتك، انت مهكر الحياه ولا ايه؟ انت عندك خلايا في جسمك ملهاش اي وظيفه، دورها انها تتشكل بس حسب الجزء اللي هتعوضه. اول ما حته منك تطير تيجي هرموناتك ودنيتك والاشارات العصبيه تديها امر بانها تشتغل وتتشكل حسب الخلايا المفقوده، فيرجع دراعك يطلع تاني. يا ابن المحجويه. وتكتشف انك ذكي جدا ولئيم موت. تعال اقول لك ازاي. في يوم من الايام الكائن اللي اسمه الانسان قرر يعمل عليك تجربه عشان يكتشف فيها مدى قدراتك وذكائك، فجابوك وحطوك في حوض ميه وسموك اوتو، وكل يوم كانوا يدخلوا عليك قبليها كانوا بيولعوا النور ويعملوا عليك تجربتين ويسيبوك ويمشي. فانت فهمت ان وجودهم مرتبط بتوليع النور، وانت عشان خلقك ضيق وما بتحبش الهري كتير جات لك فكره جباره، قررت ترش ميه من الحوض على اللمبات اللي بتنور المكان. يخرب بيتك انت مجرم. والغريبه لما كنت بتزهق كنت بتحاول ترتب الحوض من اول وجديد، ولما كنت بتجوع ومحدش بيسال فيك ولا حتى بيرمي لك حته بساريه كنت بتجيب حجاره وترميها على العلماء وهم شغالين. خد يا ابن الحسيه، كل ده عشان خاطر تلفت انتباههم. ولما يبقى عندك 2 سنين بتكتشف مواهب تانية، زي انك بتقدر تغير لون جسمك وتتحكم في كل سنتي في جسمك وتخليه بلون مختلف. طبعا انت فاكر ان نظرك سس على سسه فبتقدر تقلد الالوان اللي بتشوفها، في الحقيقه لا، انت اعمى ومضبش لانك بتشوف ابيض واسود. لحيه انت ازاي بتشوف ابيض واسود وبتقدر تغير لون جسمك للالوان اللي بتشوفها؟ المفاجاه هنا ان جلدك بيشوف هو كمان. يا ابن الفشيعه، جلدك هنا مليان ببروتينات زيها زي اللي في عيونك، ودي بتخلي عنده القدره ان يواكب كل لون انت قريب منه. بس المصيبه ان استخداماتك الكتير لقدرتك على تغيير لونك دي بتستهلك منك طاقه كبيره جدا، فبتقرر الهرب من المفترس اسهل، وهوبا وانت بتهرب تلاقي صدفه فتقوم لابسها وماشي بيها لغايه ما ربنا يفرجها، او تلاقي جذع شجره وتستخبى جوه منه. والاغرب والاعجب فيك ان معدتك بمصارينك بكله في راسك من فوق. انت ابن مين يا ابني؟ ايه التركيبه دي؟ ده غير كمان ان عندك سم. يخرب بيتك. اول ما بتمسك فريستك وبتبدا تعضها بمنقارك وتفتح جسمها تبجغ فيها جزء من السم. بس في سؤال هنا، انت ليه ما عندكش مناخير تشم بيها؟ عارف انت بتشم منين؟ تعال اقول لك ازاي. الحقيقه انت ما طلعش عندك مناخير واحده، انت عندك يجي 66 من خرايا كلهم في دراعاتك. الاجزاء المدوره في دراعاتك دي بتقدر تشم منها، ومش بس كده دي بتخليك كمان تتذوق بيها الاطعمه. وبما ان نظرك على الله ان شاء الله فدراعاتك بتعرفك الحاجه اللي بتلمسها ينفع تتاكل ولا لا. وبعد 3 سنين بقيت عملاق وزنك 50 كيلو، والدراع بيوصل احيانا 5 متر، وبقيت مش شايف حد قدامك ولا سمك قروش ولا سمك برايز.
وبعد 4 سنين كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وخلاص مش قادر عاوز تتجوز، فتنقي الاخطبوطايه اللي شبهك. ولكن السؤال العجيب والغريب، انت هتتجوز ازاي؟ في الحقيقه هتكتشف ان في دراع من دراعاتك هو المسؤول عن عمليه التزاوج، والعمليه دي مختلفه عن باقي الحيوانات، ودي بتحصل عن طريق انك بتجيب الحيوانات المنويه في دراعك وتشيلها جوه تجويف كده، وتقرب من الاخطبوطايه بالراحه وعلى الهادي لانها ممكن تاكله، ولو قطعتهولك خلفتك المهببه هتكون راحت. ولكن بفضل الله العمليه نجحت واتجوزت، بس كل واحد هيروح لحاله. العمليه هنا بيزنس، محدش فاضل حد. بس المصيبه الكبيره اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر هي ان جهازك العصبي بدا ينهار بعد عمليه التزاوج وفجاه بتتوفى. ولما انت مش قدها بتعملها ليه؟ اما انت اللي هتكملي معانا باقي الحلقه. هنا بقى دورك بيكون مهم جدا. بعد ما بتجهزي العش وبتحط البيض بتاعك وفجاه بتاخدي قرار غريب، وهي انك ما تتحركيش من جنب البيض لغايه ما يفقس. حتى الاكل هنا تتوقفي عنه، والبيض هنا بياخد من شهر ل6 شهور عشان يفقس، ولغايه ما يخرجوا هتكون انت كمان رحت في شربة ميه. وحتى لو قدرت تتحملي شهر والبيض فقس برضه هتروحي فيها، وده لانك بيحصل لك تغييرات بيولوجيه هتجيب اجلك. يعني هتجيب اجلك. مش مكمل الحلقه.